بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. وحشتوني كتير لاني بقالي زمان ما عملتش فيديوهات، طبعا بسبب مشاكل كده حصلت في قلب التليفون. يعني كنت عاملة كام فيديو عشان خاطر ان انا انزلهم، بس الميموري اتحرق وهو في قلب التليفون. فطبعا كل الفيديوهات اللي محطوطة عليه اتحرقت، وكل الحاجة اللي كنت مصوراها اتحرقت. فطبعا ده خلاني طبعا صبرت بقى لحد ما اجيب الميموري وان انا اصلح التليفون واظبط الدنيا تاني عشان خاطر اعرف انزل الفيديوهات، بحيث ان انا برضك ما اخافش ان الميموري يتحرق تاني. فانا النهارده جايه لكم بقى بطريقه جلاش سريعه جدا وسهله جدا وبسيطه، وطعمها تحفه وفي منتهى الجمال. بجد يعني بصراحه لما تشوفوا الطريقه هتقوموا تعملوها على طول لاولادكم، مش تاخد وقت خالص. اول حاجه معانا طبعا اي نوع انت تفضليه واي نوع انت تحبيه، بتطلعيه من قلب الفريزر لحد ما يفك خالص. نفك كده بس الربطه مع بعض اهيت، تبقى معانا بالشكل ده اهيت. شايفين كده اهوت. طيب الوصفه بتاعتنا ممكن تقسمي اللفه ديت على 2 او تخليها على 3، بس انا هشوف كده بس عدد الاوراق، انا ممكن اخليها على 3 تبقى حلوه. طبعا ده حسب بقى ما انت عايزه تخليها تخينه او رقيقه، لان انا لسه هلف الورق دوت. فاحنا هناخد كده حوالي 4 ورقات اهمت، كفايه. دمت حوالي 4 ورقات، بسم الله. دمت 2 اهم، دمت 2، 4 اهمت. هناخدهم كده وهنبدا ان احنا نجيب المكسرات بتاعتنا. اي نوع مكسرات، يعني انت عندك سوداني حطي، عندك زبيب وجوز الهند حطي. بتحطيه بطريقه كده عشوائيه في قلب الورق بتاعنا، مش لازم تمليه قوي علشان خاطر يعني مبقاش يعني بعد كده ما يتكبش منك وانت بتقطعيه. شايفين اهوت، انا اعتبر كده حطيت كميات خفيفه خالص. بعد كده هنبدا نمسك بقى الورقه ديت وهنبدا ان احنا نلفها، طبعا بالراحه خالص علشان الجلاش بيبقى هش قوي اهوت. بالراحه على قد ما تقدري، يعني حاولي تعملي بالراحه، لان زي ما انت شايفه كده هو هش جدا. هركن ديت وبعد كده هعمل كمان بقيه الجلاش اللي معايا، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هنعمل بقى الاخيره. طبعا هنشوف الجهه التانية الاول، يعني اما تلاقي ورق مقطع تحاولي تجيبي الورق المتقطع ده من جوه علشان خاطر طبعا ما يتبهدلش منك وانتي بتلفيه. بس كده اهوت. حط بقيه المكسرات بقى هنا كلها اهيت في الورقه الاخيره، وهنلفها بردك هي كمان نفس الحكايه. طبعا لو انتي محتاجه الجلاش يبقى اتخن من كده بتزودي عادي طبقات، يعني ممكن تعملي الورقه على 2 بس. بس انا شايفه ان هي على 3 تبقى حلوه قوي، عشان يبقى سمك الجلاشيه حلو كده ومعقول. هنجيب بقى سكينه بعد ما قطعنا الجلاش بتاعنا كده، شايفين اهوت عملناه كده رول طويل كده. بنبدا بقى ان احنا نقطع الجلاش، نحاول نجيبه كده برسمه المثلثات اهوت بالراحه خالص وانتي بتقطعي، علشان خاطر برضك ما يتبهدلش منك اهوت. بنقطع كده بسم الله. ممكن تعملي طبعا الشكل اللي يعجبك يعني براحتك خالص، ممكن تعمليها شرايح طويله وممكن تعمليها اشكال كتير قوي، بس الشكل ده هيعجبك جدا ويبقى حلو كمان زي اللي بيتباع بره مثلثات اهوت. شايفين انا ماسكه وانا بقطع، هجيب لكم بس عند الكاميرا اهوت. انا وانا بقطع كده عند الكاميرا ببقى ماسكه من هنا ومن هنا، شايفين اهوت انا ماسكه كده علشان خاطر ما يتبهدلش مني وانا بقطعه اهوت. كده خلاص اهوت قطعته.
هبدا بقى ان انا ارص المثلثات اللي انا عملتها دي في قلب الصينيه برضك، وانتي بتشيليها بالراحه خالص عشان ما يطلعش منها الحشو ويكب منك. هجيب بقى الصينيه بتاعتي كده، طبعا اي صينيه اي نوع، ألمونيا، تيفال، براحتك، بايركس، اللي يعجبك اعملي فيه. هبدا بقى ان انا اشيل المثلثات ديت اهي بالراحه خالص على قد ما تقدري. شايفين الطبقات من تحت عامله ازاي؟ وهنبدا نرصهم بقى في قلب الصينيه بالراحه خالص. هرصهم وبعد كده اجيلكوا تاني. هنا انا عبيت خلاص المثلثات، شايفين كده اخر واحده حبيت اعملها مربعات اهيت عشان برضك تبقى طريقه ابسط كمان من المثلثات. يعني لو متعرفيش تجيبيها مثلثات ممكن تعمليها كده مربعات وتبقى حلوه جدا. شايفين اهمت شكلهم تحفه بجد، جميله جدا وطريقه سهله جدا وبسيطه، وفي ثواني تكوني عامله صينيه جلاش لاولادك هيفرحوا بيها جدا. طعمها حلو قوي طبعا في الساعه دي بقى كده، بتحب الحاجات السخنه، بتحب الحلويات الكتير والحاجات دي. هنبدا بقى نرص بقيه الجلاش بتاعنا، هنحط كمان المربعات في قلب الصينيه، وبعد كده نشوف الخطوه اللي بعديها ان شاء الله مع بعض. بعد ما خلاص رصينا الجلاش كده، طبعا زي ما انتم شايفين كده حاولت ان انا اخلي الصينيه تساعي كميه الجلاش كلها. لو عندك صينيه من اللي هي الطويله بتبقى احسن طبعا علشان بتاخد مساحه اكتر. بعد كده بنجيب بقى حوالي نص كوبايه سمنه سايحه. ممكن لو مثلا مش عايزه الدسم بتاعها يبقى كتير قوي تبقى سمنه على زيت او زبده على زيت، يبقى الدسم بتاعها خفيف شويه. هحط عليها معلقه كده الا ربع كده من البيكنج باودر اهيت، طبعا المعلقه الصغيره اللي هي بتاعت الشاي. وهنبدا ان احنا نقلبها كويس قوي لحد ما البيكنج باودر كده يدوب كله. البيكنج باودر مع في قلب السمنه بيدي طبعا للجلاش بقى بيديله قرمشه، وكمان بيديله هشاشان كده، بتخليها تنفش وتبقى هشه او جميله، بتبقى حلوه جدا. يعني لازم تحطي بيكنج باودر ده، ما تنسيش الخطوه دي لانها فعلا بتخليه يعلى معانا وبتخليه حلو قوي. خلاص هنا انا دوبت كل البيكنج باودر اهوت في قلب السمنه، شايفين هنا اهوت ما عادش فيه اي تكتلات اهيت. هبدا بقى بالراحه كده احط السمنه فوق الوش اهيت. لو حسيتوا ان الجلاش بتاعكم محتاج اكتر من نص كوبايه حطهم، بس انا مش عايزه اخلي دسمها كتير فاستكفيت بالنص كوبايه بس. طبعا بقى الطريقه ديت هتخليكي لا تقعدي بقى تمسكي بقى الفرشه وتعملي ورقه ورقه ولا اي حاجه. شايفين في ثواني اهوت الصينيه كانت خلصانه معانا، ما خدتش وقت خالص. طبعا انا كمني بصور هاخدت وقت اكتر، لكن انتوا طبعا بقى في قلب البيت لا في تصوير ولا اي حاجه، فطبعا في ثواني هتكونوا مخلصينها وهتكونوا عاملينها، مش هتاخد وقت معاكم خالص وهتحبوها جدا. اهوت شايفين انا كده اهوت غطيت كل الجلاش بالسمنه. طبعا الجلاش بتاعنا بياخد الكميه اللي هو محتاجها من قلب الدهان، وبعد كده الباقي بيسيبه وبيطرده بره، فما تخافيش يعني هو هيشرب على قد ما يشرب، والباقي بعد كده مش هيبقى موجود في قلب الصينيه هنتخلص منه، يعني مش هيضايقك في اي حاجه. بعد ما خلاص رصينا الجلاش بتاعنا وحطينا له السمنه بتاعته وكل حاجه كده زي ما انتم شايفين، هاخدها بقى وادخلها الفرن واسيبها لحد ما تاخد اللون الاحمر الجميل وتستوى معانا. وبعد كده نطلعها وهنسقيها بالشربات وهتشوفوها معايا ان شاء الله واحنا بنسقيها سوا. طبعا الشربات بيبقى كوبايتين من السكر على كوبايه ونص ميه لو عايزاه تقيل، وكمان عصره ليمون، وكمان كيس من الفانيليا. بتحطي على النار السكر مع الميه والليمون، تسيبيهم يغلوا حوالي 10 دقايق، وبعد كده بتقومي طافيه عليها وحاطه لها الفانيليا وتسيبيها لحد ما تبرد، تعينيها في التلاجة، وتاني يوم بتطلعيها بقى وتقومي عامله بيها الحاجه حلوه اللي انت عايزاها. طبعا يستحسن ان يكون عندك الشربات وتكوني عيناه في قلب التلاجة، اعملي كميه تكون كبيره وحطها ببرطمان وعينيها في التلاجة. في اي وقت تعوزي تعملي حاجه حلوه بتطلعيها وتعملي على طول، فده بيسهلك صراحه كتير. انا عندي شربات في قلب التلاجة جاهز للاستعمال على طول، فمش هحتاج دلوقتي ان انا اعمل شربات تاني. ويعني حاولي برضك تجربي الموضوع ده لان ده بيوفر وقت، وطبعا بيوفر كمان يعني بيخليكي تشجعي انك تقومي تعملي الحاجه دي الحلوه ديت، بالذات لما تكوني عايزه شربات يكون ساقع او نوع حلويات بيكون عايز شربات ساقع. فطبعا ده كويس ان انت تبقى عامله الشربات وعيناه في قلب التلاجة. ادخل بقى الصينيه الفرن وبعد ما تستوي هوريها. الجلاش بتاعتنا طلعت من قلب الفرن زي ما انتم شايفين، خدت اللون الاحمر الجميل ده. محضرين معانا بقى هنا الشربات اهوت، شربات تقيل، عايزه اوريكي القوام بتاعه عامل ازاي.
شايفين قد ايه تقيل وجميل جدا. طبعا مطلعاه من التلاجة. هبدأ بقى ان انا احط الشربات فوق الجلاش كده اهوت عشان يتشرب منه كويس قوي. طبعا لو عايزاه ياخد لون عن كده كمان سيبيه في قلب الفرن ياخد لون عن كده اهوت. بس هو اللون ده على فكرة حلو، يعني هو اللون كده كفاية عن يعني هو عندي هنا لونه ذهبي وحلو. فهو كده اللون ده كده كويس قوي. وشايفين كمان من تحت اهوت، شايفين لونه من تحت عامل ازاي اهوت. شايفين بقى العلو، شايفين قد ايه هاشش وجميل جدا، تحفة بجد، طعمه حلو قوي. الجلاش بتاعنا بعد ما خلاص اهو سقيناه الشربات وحطيناه في قلب الطبق التقديم زي ما انتم شايفين كده، بجد هاشش جدا وتحفه وطعمه جميل جدا في منتهى الجمال. ان شاء الله هيعجبكم، جربوه هيحبوه اولادكم جدا. وهيتعمل بسهوله وبسرعه ويعني مش هياخد منك وقت خالص، وطعمه كمان جميل جدا. يا رب يعجبكم. عجبكم تنسونيش بقى لايك وشير وسبسكرايب، تفعيل الجرس عشان يجيلكم كل جديد. مستنيه تعليقاتكم، مستنيه ارائكم. ومع السلامه احلى متابعين في الدنيا. باي باي.